هنعمل النهاردة طاسة المزاليكا زي الكتاب ما بيقول بالظبط، طعمها حكاية. أحلى فطار بقى في عيد الأضحى في الأيام العادية، لا غنى عنها. طعمها تحفة جدا، تخلصيه قدامها 15 رغيف معاها برضو شغال، هي ما بتقولش لأ. يلا نعرف بقى نعمل المزيكا دي ازاي. هنجيب عندنا طاسة وننزل عليها بالزيت، ولما يحمي كويس الزيت كده ننزل عليها الأول بالقلوب والكلاوي، عشان خاطر الكبدة القلوب والكلاوي بتاخد سوا أكتر من الكبدة. هنديها تشويحة حلوة كده حوالي 10 دقايق، عشان ايه؟ يعني تاخد سوا شوية كده، ونحطها على جنب بعد ايه حوالي 10 دقايق كده. بعد كده هننزل عندنا بالكبدة بتاعتنا، نكون محضرين الكبدة بتاعتنا ننزل عليها بالكبدة بتاعتنا. وهنكون محضرين كمان معانا حلويات من بيت الكلاوي، او لو في ليا تمام بتاعت الخروف. كل دوت بيديها طعم وحاجة تستغني بقى عن اي بهارات واي طعم واي حاجة تاني. هنديهم مع بعض تشويحة حلوة كده، لما يتشوحوا كده ويتشمع مع بعض كويس والريحة تطلع بقى والحركات والتكات بقى والدنيا تبقى تمام معانا كده. هنحضر معانا ايه؟ معلقة توم محترمة كده، ننزل عليها ونقلبها مع بعض كويس جدا يتقلبوا. بعد كده هننزل عليهم ببصلايه متقطعه مكعبات او مفرومه زي ما تحب، بس انا بفضل تكون متقطعه مكعبات بتبقى احلى. بس كده هنديهم مع بعض تقليبه كويس جدا مع بعض، ونغطي وعلى نار هاديه، وكل شويه ايه نفتح عليها ونقلبها مع بعض كده. لو الطريقه عجباكم وحلوه، يا ريت تدعمونا بس وتحفزونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. هنكون محضرين عندنا بقى فلفل الوان والفلفل الاخضر مكعبات، وننزل عليهم ونقلبهم تقليبه حلوه كده لحد ما يتبلوا. وهنغطي عليها برضو ونسيبها مع بعضها، احنا مش هنزود ميه عليها، هي هتستوي منها فيها من غير اي ميه او اي حاجه خالص. طبعا البهارات اللي احنا هنستخدمها، هنستخدم فلفل اسمر وملح، مش هنزود اي بهارات لان هي مش محتاجه اي حاجه، هي ملح وفلفل اسمر فقط لا غير. ونقلبهم كويس جدا ونغطي عليها ونسيبها على نار هادية خالص لحد ما تستوى معانا وكله يدبل مع بعض. لو عايزينها سبايسي ننزل عليها بفلفل حامي واحد بس، لو مش عايزينها سبايسي خلاص هي كده تمام جدا. هنسيبها بس وكل شوية نقلبها عشان خاطر ما تلزقش مننا او تتحرق مننا او اي حاجة خالص. واهم حاجة ان هي تبقى على نار هادية عشان ما تتحرقش مننا ولا اي حاجة، اهم حاجة تبقى على نار هادية ونقلبها كل شوية عشان ما تتلزقش مننا او تتحرق او اي حاجة خالص. بس كده هي تمام اوي كده معايا واستوت جدا، والطعم والريحة مش ممكن، خطير خطير بجد، قلب الدنيا طعمها وريحتها مش ممكن. بس كده خلاص، وعليها طبعا عصرة ليمون كده، ما لازم الليمون معاها مع الأكلة الحلوة ديت. وألف هنا وصحة عليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقة عجبتكم، وياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة.